العبارة عن الثورة هي إرادة الجماهير للتغيير. ده بطبيعة الحال كلام معمم. الثورة يمكن أن تكون بتفصيل هي إرادة التغيير اللي بتجي من قوة الفكر عندما يتصل بالوضع الراهن. قوة الفكر يعمل في الوضع الراهن يوجه التغيير. بعدين المفكرين ما بيكونوا الجماعة كلهم. لما انت تكون مفكر وترسم خط التغيير وتضع فلسفة الثورة وتنشرها بين الناس بتبقى إرادة جماهيرية. فالإرادة عمل الفكر أصله، وما ممكنك انت تقول أن الإرادة عمل جماعي، لأن الفكر ما هو عمل جماعي. نحن مجتمعنا ما بكون راقي إلا لأن أنا وإنت والثالث والرابع مفكرين. انت ما يمكن أن تنتظر التفكير كعمل جماعي. التفكير عمل فردي لكنه بينتشر وبيعدل بيعلم. فالثورة هي نقطة التقاء الفكر مع الواقع، وده بيخلق الرغبة في التغيير. كل واقع الإنسان ما بيرضى به، وده كمال الإنسان لما يكون قوي الفكر عندما يواجه الواقع عايز يغير لحاله هي في خياله مش في واقعه. ودي الثورة. هنا لما انت تنشرها بين الناس بتبقى إرادة جماهيرية، وده ما نحن بنعمل له هسه. نحن لما نتكلم عن الرغبة في التغيير أو إرادة التغيير زي ما انت تسميها، ده معناه أن تجعل للناس مقدرة على أن يستطيعوا أن يفهموا أن يغيروا. مجرد الرغبة في التغيير ما بتكفي، مجرد حسن النية ما بيكفي، مجرد أن نمشي نحن خلف الشعب لنتثقف إرادة تغييره، ده ما هو وضع صحيح. لأن الشعب الجاهل ما عنده إرادة تغيير، الشعب العارف عنده إرادة تغيير. فالثورة دائما بنت الفكر، وأي عمل ثاني يقوم على العواطف ما بيمشي للجهة. الشعوب أحيانا بتخضع لصورة من الظلم الفظيع تقوم تثور. الثورة بتاعتها دي ما هي الثورة الحقيقية اللي تعايزها، إنما هي انتقاد لتكسر الحاجة الأساسية وقد تصير إلى أسوأ منها.